أكثر من صلاة النافلة. الحجاج عندهم طبعا فرصة ضخمة لتحصيل الأجر من الصلاة في البيت الحرام والصلاة في الحرم النبوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمك من فرصة زيادة الحسنات عن طريق صلاة النافلة وأنت في بلدك، بل وأنت في بيتك. أنا عايزك تحس كأنك تماما في الحج وأنت في 10 أيام دولت. شوف الحج إزاي مش بيضيع أي وقت وهو في مكة، لأن كل صلاة بيصليها ب100,000 صلاة. برضو أنت ما تضيعش وقت وأنت في الأيام ديت، وهتلاقي حسنات عمرك ما تخيلتها. شوف مثلا قيام الليل، قيام الليل بالذات في هذه الأيام له أجر خاص ووضع خاص. كثير من المفسرين يذكرون أن الله عز وجل عندما أقسم قائلا والفجر وليال عشر كان يعني سبحانه وتعالى هذه الليالي العشر من أول ذي الحجة. قوم صلي بالليل على قد ما تقدر، اسأل ربنا اللي انت عايزه. شوف الرسول بيقول ايه، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الكلام ده يا إخواني في البخاري ومسلم. يقول سبحانه وتعالى، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا الله، عايز ايه أكتر من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتودد إليك، هو الذي يطلب منك أن تذكر له حاجتك. مش عايز أي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى؟ مش عندك مريض نفسك يخف، أو عندك امتحان نفسك تنجح فيه، أو عندك مشكلة نفسك تتحل، أو عندك ظالم نفسك ربنا يرده عن ظلمه، أو عندك حق نفسك ربنا يرجعه ليك؟ مش عندك أي حاجة من الحاجات دي؟ طب مش عايز فلوس، مش عايز صحة، مش عايز زوجة، مش عايز أولاد، أي حاجة، مش عايز أي حاجة من ربنا؟ هو بيقول لك من يسألني فأعطيه. طيب بلاش، ما عندكش ذنب نفسك ربنا يغفره ليك؟ مين فينا ما عندوش ذنب؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مش احنا بنحسد الحجاج علشان ربنا بيغفر لهم كل الذنوب؟ طيب احنا ربنا بيدينا الفرصة ديت كل ليلة، هو بيسألك وبيقول لك من يستغفرني فأغفر له. انت بس اصحى واستغفر ربنا وهو يغفر لك من غير ما تدفع 20,000 جنيه أو أكتر وتروح تحج. مش معنى كده ان الناس بلاش تحج أبدا، الحج من أعظم العبادات في الإسلام، لكن أنا بقول لعموم المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى لم ييسر لهم فرصة الحج لأي ظرف، إن ربنا اداكم بدائل للحج وفي نفس وقت الحج، ولها أجر قريب جدا من أجر الحج، بل والله ممكن يكون أعلى إذا كانت النية خالصة تماما لله والاشتياق حقيقي للمغفرة وللعمل الصالح. شوف الرسول بيقول إيه، الكلام ده في صحيح البخاري يا إخواني عن أنس بن مالك، يقول إن بالمدينة أقواما، الكلام ده قاله هو راجع من غزوة تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يا سبحان الله، هم قاعدين في المدينة وبياخدوا أجر زي أجر المجاهدين في سبيل الله. قالوا الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. شوف قد إيه أنت ممكن تكون نفسك تحج حج حقيقي، نفسك فعلا ومشتاق للحج ومشتاق إلى المغفرة، ممكن تكون أكتر من واحد راح فعلا إلى مكة. اوعى تضيع الفرص ديت. ومش بس قيام الليل يا إخواني ويا أخواتي، لا، على قد ما تقدر اعمل نوافل، السنن القبلية والبعدية لكل الصلوات. اسمع الحديث الرائع ده. أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. آدي يا عم بيت في الجنة، 12 ركعة. فسروا في رواية الترمذي عن أم حبيبة أيضا رضي الله عنها إن هم 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. آدي 12 ركعة. شوف بقى هيبقى عندك كم بيت في الجنة. وشوف أزمة الشقق اللي احنا عايشينها دلوقتي، وفكر معايا، تعال فكر معايا. يا ترى لو أحد الملوك، أنا عايزك تجاوب بصدق، يا ترى لو أحد الملوك
من ملوك الأرض وعدك إنك لو فرغت ليه نص ساعة يوميا هيدي لك شقة واسعة على النيل. يا ترى هتفرغ ليه نص ساعة ولا لا؟ واحد بيقول لك هفرغ 10 ساعات 20 ساعة، أفرغ عمري كله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انت فرغت ليا نص ساعة في اليوم، نص ساعة في هذه النوافل، هيبني لك بيت. وفين؟ في الجنة. مش على النيل يا إخواني، لا، في الجنة. عايز ولا مش عايز؟ المسألة يا إخواني مسألة إيمان. اللي عنده يقين في وعد ربنا ده مش ممكن هيفرط فيه.